للناس اللي لسه متابعين ولسه مهتمين بنصرة أهل الحق وأهل العزة. المشاهد اللي شفناها اليومين سواء في ألمانيا أو في أمريكا، آه، من اعتصامات سلمية من ناس شايفة الحق وجاي بتدعمه. تمام. آه، المشاهد اللي شفناها بفضل الاعتصامات سواء في الجامعات، سواء بالاعتداء على دكاترة الجامعات على الطلاب، أو سواء مثل في ألمانيا بالاعتداء على المسنين والأطفال والكبار والصغار النساء. شاهدنا الديمقراطية الغربية بأبهى صورها. الغرب انكشف إنه قد ما نحكي تمام إن هم عندهم ديمقراطية، يمكن إحنا عندنا قدهم مليار مرة. ليش؟ لأنه هم بدهم الديمقراطية على كيفهم بس. مليون مرة بضل أحكي قد ما كانت يمكن أوضاع المعيشية عندهم أحسن، قد ما كان يمكن بيأخذوا حقوق من مي، من أكل، من شرب، من بيوت، من لكن الحمد لله إنه إحنا مش عندهم. لأنه الحمد لله إنه إحنا مش زي هيك ناس. الحمد لله إنهم بلشوا يبينوا على الحقيقة إنه كل ديمقراطيتهم مزيفة، وكل حقوق الإنسان عندهم مزيفة. تمام. هذا أولا. ثانيا، المشاهد اللي صارت بالاعتصامات بتخلينا إحنا خجلانين من أنفسنا بإنه أمتنا 2 مليار. تمام. ويمكن ربنا بدلنا بإنه قاعد بخلي الغرب يطلع مظاهرات واعتصامات، وبيروحوا على ممتلكات ترامب بيحطوا عليها علام فلسطين، وبيطلعوا على أبرز المعالم عندهم في بريطانيا وفي أمريكا وفي ألمانيا بيحطوا علام فلسطين وبيعملوا بيسووا. وإحنا 2 مليار صمت تام، وتركنا أهلنا وخذلناهم للأسف. إلا من رحم ربي طبعا. لكن نشوف شعوب قاعدة بتطلع بتحكي. يمكن حرفيا ما شفت أنا غير الأردن واليمن بس. والله الشعوب الباقي كلها نايمة، البلاد الباقي كلها نايمة حرفيا. يمكن ما شفت غير الأردن واليمن بآخر فترة. الناس اللي لسه مهتمة وبتطلع مظاهرات وبتطلع بتعتصم مثلا ولو كل جمعة، بس الأردن واليمن. غير هيك يعني والله شيء بخلينا نوافق على عتاب الملثم في آخر خطاب له، لما كان عتبان عتاب شديد اللهجة على 2 مليار. الله يكون بعون أهل العزة، وكل الشكر للأشراف في الغرب، ويا للأسف على وضعنا وعلى وضع أمتنا.